هلو هلو، النهاردة رجعنا بقى بوصفة سهلة بعد غيبوبة رمضان والعيد والفسيخ والرنجة اللي انا ماكلتهاش دي عشان مش بحبها. قلت اعمل وصفة بقى سهلة كده، البطاطا الحارة. وصفة سهلة جدا جدا جدا. انا جربتها ولقيت ان طعمها جميل قوي 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 بجد. شابوه يا لبنانيين. بس احنا عملناها خلاص في البيت، مش محتاجينها في المطاعم خالص. وانتوا واقفين بتعملوا بطاطس، بتقلوا البطاطس. اقول لكم تعملوا التقليه والتكات بتاعتها ازاي، يلا نعملها. اول حاجه البطاطس هنقطعها مكعبات. لو انتوا بتحبوا تقطعوها صوابع مش مشكله، المكعبات قد عقله الصباع او اكبر. ونقطع مكعبات تخينه او رفيعه على حسب التفضيل. هي احسن حاجه في الوصفه دي ان مفيش حاجة انت يعني احنا ملزمين بيها، ان احنا ممكن نقطعها اي تقطيعة بنحبها وبأي حجم نحبه برضو. قطعت بقى البطاطسيتين مكعبات وهقليها في الاير فراير. وهعمل ان شاء الله وصفات كتيرة قوي بالاير فراير، واقول لكم على تكات كمان بس لما اعرفها وما اتاكد من التكات دي هقول لكم نعمل ايه بالاير فراير. بس هي مبدئيا كده البطاطس بتطلع حلوة فيها جدا وبتوفر زيت كتير جدا. ربنا يستر بقى في الكهرباء وتبقى بتوفر فيها برضو. البطاطسيتين الكبار دول اعملهم بمعلقتين زيت بس، انتوا مش متخيلين ده كده كمان انا حاطه زيت كتير، ممكن اقل من كده. حطيتهم بقى في الاير فراير. ومعلتش النار قوي علشان لما بعلي الحراره قوي بيتحرقوا، ما بيبقوا نايين من جوه. بس بقى سبت بقى البطاطس تتقلي في الاير فراير، او حتى لو هتقلوها في الزيت سيبوها تتقلي في الزيت، وحضروا للطشه او السيزنينج بتاع البطاطا الحاره. دي كزبره خضراء. لو ما بتعرفوش تفرقوا ما بينها وبين البقدونس، اقطعوا ورقه كده يا جدعان وشموها، هتلاقوا ان الكزبره الخضراء طبعا ليها ريحه مختلفه خالص عن البقدونس. او قطعنا بقى حبة حلوين كده، يعني بتاع نص ربطة. وبرضو على حسب التفضيل، لو مش بتحبوها كتيرة قطعوا اقل من كده. دول بقى معلقتين زيت ذرة عادي جدا، وممكن تعملوها بزيت زيتون، بس انا قلت بلاش افكار الحادية هنا، احنا مش بتوع زيت زيتون. احنا نعمل وصفة لبنانية بس احنا بنمصرها عادي جدا. مش معنى يعني نتفليكس، ما علينا. زيت زيتون، زيت عادي ولا اي زيت ذرة. معلقتين كبار كده حلوين. وبجيب بعد كده توم مفروم، دي حوالي معلقة صغيرة كده، معلقة شاي مليانة من التوم المفروم، او 3 فصوص كبار من التوم. لو هتعملوه فريش يعني، لو مفروم كده زي ما بتخزنوه في الفريزر يبقى معلقة صغيرة، معلقة شاي صغيرة بس مليانة. ممكن تقللوا طبعا التوم او تكتروه على حسب تفضيلكم. بنقلب بقى التوم في الزيت. هدوا النار خالص في المرحلة دي، احنا مش عايزين نار عالية خالص خالص خالص. ومش عايزين التوم يحمر. يعني انا في تقلية الملوخية انا بحمر التوم، بخليه لونه احمر حرفيا قبل ما نحطه في الملوخية، بس دي مختلفة. يعني انا كل الوصفات اللبنانية اللي شفتها بيقولك لا، اول ما التوم يبتدي لونه ابيض كده وها يبتدي يصفر، انزلوا عليه بقى بالمكون التاني. المكون التاني هو هريسة شطة. ايه هريسة الشطة؟ هو فلفل حامي بنضربه في الكبة وبنحط عليه زيت وبنحطه في الفريزر، بيقعد بالسنين في الفريزر مفيش مشكلة خالص. لو ما عندكوش هريسة شطة اضربوا فلفل حامي، قرن كده فلفل حامي في الكبة مع شوية ملح وزيت وخلاص. انا حطيت حوالي معلقة صغيرة مليانة برضو من هريسة الشطة، معلقة شاي برضو. او شايفين لون الثوم محمرش خالص، مش عايزاه يحمر. وطبعا النار هادية جدا علشان اعرف اتحكم في الثوم. بعد كده بقى بنزل بالتوابل. في وصفات شفتها بيقولوا كزبرة ناشفة، بس انا بصراحة ما حبيتش طعمها بالكزبرة الناشفة. حطيت هنا بقى ايه التوابل، ربع معلقة صغيرة من الشطة. طبعا دي انتوا برضو تتحكموا فيها، عايزينها حراقة اكتر من كده زودوا، مش عايزين شطة خالص وكفاية هريسة تمام. بس هي اسمها البطاطا الحارة، يعني هي طعمها حلو بصراحة. وحطيت هنا بقى ربع معلقة سوري نص معلقة صغيرة من السويت بابريكا. سويت بابريكا هتديها طعم مسكر ولون تحفة، بتهدي حوار الشطة شوية.
بس كل ده بقى طبعا على نار هادية خالص خالص. الكزبرة انا مقطعاها على جنب وحطاها. هاخد نص بقى كمية الكزبرة اللي انا قطعتها واحطها على التقلية او السيزنينج ده. يعني مجرد ما احط الكزبرة اقفلوا النار، علشان احنا مش عايزينها تسود ولا تتحمر ولا اي حاجة، هي بس يدوبك هتدبل من حرارة الطاسة بس. خلاص قلبوها تقلبتين وكده خلاص احنا خلصنا السيزنينج بتاع البطاطا الحارة دي. عصير ليمونة واحدة صغيرة لمتوسطة، على حسب برضو بتحبوا الحاجة مززة قوي ولا لأ. هي عصير ليمونة واحدة متوسطة كان حلو قوي، وما تزودوش عن كده لو مش بتحبوا الحاجة مززة زي. لو بتحبوها مززة براحتكم بقى زودوا. وبس كده خلاص قفلت النار طبعا وسبتها تبرد على جنب. وجبت البطاطس من الاير فراير بقى. هسمعكم دلوقتي البطاطس في الاير فراير ازاي مقرمشة. اهو سمعتوا القرمشة بتاعتها، وفعلا طعمها حلو قوي ومستوية من جوه ومقرمشة، كل ده بمعلقتين زيت. وحطيت بقى الصلصة او السيزنينج بتاع البطاطا الحارة وقلبنا. وحطيت ملح عشان كنت ناسية احط ملح. دوقوا بقى في المرحلة دي، لو عايزين تزودوا ليمون تمام، عايزين تزودوا شطة ملح. وبعد كده حطيت بقى كزبرة خضرة من اللي متقطعة فريش. يعني زودت باقي الكمية، حابة يبقوا دبلانين وحابة يبقوا فريش، هيعملوا طعم فظيع بجد. طعمها حلو قوي 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 قوي. انا كنت فاكرة الناس بتتهول عشان بتحب البطاطس، لكن لا، انا نفسي ما بحبش البطاطس المحمرة قوي. بس بجد البطاطا الحارة تحفة 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 بجد. شابولي اللبنانيين يا جماعة. بس كده خلاص. حاولوا تاكلوها وهي سخنة كده علشان التوم طعمه ما يغيرش، وكمان البطاطس تفضل مقرمشة. وبس كده خلاص. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب Verified Recipe او وصفة متجربة. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على الانستجرام والفيسبوك. هسيب لكم كل المقادير واللينكس في الديسكريبشن، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.